عبد الله الزهراني مساء الخير عبد الله. مساء النور حياك الله يعطيك العافيه. وثامر الخمشي مساء الخير. بخليك واترك الفرصه برضو لعبد الله. كل الجوانب في القضيه مظلومين كلهم. شوف معلش تذكر بس النقطه اللي تطرق لها الاخ عبد الرحمن ان الاهلي تظلم او انه قد يقع عليه ظلم، لكن الشباب فاز في المباراه الاولى. احب اذكر بس اي فاز لانه استفاد. طيب الاهلي لا فاز في ارض الملعب 2-1. طيب هو يقول لك انه انت فزت لانك استفدت من مشاركه باللعب. لا ما استفدت من اللعب. هو المشاركه خطا بس ان الشباب كان فايز. يعني هل السعران يعني اثر في نتيجه المباراه؟ ما المفترض باي شكل من الاشكال لا سجل هدف ولا صنع هدف ولا اي شيء. هذا قانون ولا منع هدف ولا ما لا انا اقول لك يعني سجل ولا ما سجل. انا اقول لك قانون دولي. اللاعب ما اثر في نتيجه تمشي على لائحه وقانون تعرف. اوكي. حتى يعني في بعض الاقاويل اللي تابعناها من خلال الاعلام مرئي ومقروء كيف اللي حضروا في كوالالمبور لم يعرفوا هذه اللوائح ويطلعوا عليها ويقرؤوها بدون ما يسال يعني هو يجي الجانب هنا وهنا. شوف حق رئيس الاحتراف او المدير الاحتراف في الشباب حضر ورش العمل في كوالالمبور. جميل. وكلهم يعني عندهم خبر انه لازم اي لاعب يتوقف حيرسل خطاب للاتحاد السعودي او الاتحاد المعني. الشباب اتبع طريق النظام زي ما قال الاخ هيثم انه ارسل خطاب الاتحاد السعودي يستفسر هل اللاعب هذا جاء خطاب ايقافه محليا ولا لا. الاتحاد السعودي قال له ما جاءنا اي شيء ويحق لكم تلعبون اللاعب، ما في اي مشكله من مشاركه عبد السعران. الاهلي اتبع طرق نظاميه انه اللاعب موقف معاقب عقاب انضباطي ويتوقف 6 مباريات. بالنسبه للايميل اللي تقول انه وصل او ما قرأ او سقط سهوا، في تاريخ الايميل متى ارسل يوضح الشيء هذا. ثاني شيء الايميل هذا ما شفناه، حتى لو انه وصل وسقط سهوا ما طلعوا علينا، يعني غير واضح. هو مجرد كلام انه الايميل وصل. طيب طلعوا لنا نشوف، ورونا تاريخ الايميل متى وصلكم اذا كان سقط سهوا بالفعل. ويعني وقتها ما يلام الاتحاد السعودي اذا كان وصل الايميل في وقت محدد، يلام الشباب في الحاله هذه، لكن ورونا الايميل. صحيح. هل هو فعلا وصل ولا بس مجرد كلام في الاعلام وتكميم افواه وتسكيت؟ طيب وضح الشيء هذا. ثامر. انا في وجهه نظري انه ما تعتبر يعني على رد الفعل للشباب. اتمنى يبقى فيصل عبد الهادي، ولكن نتيجه المباراه تبقى لنا احنا. صح. لان احنا انظلمنا في الشيء هذا وما في فائده للشباب. يعني فيصل عبد الهادي ايش اسمه؟ ممكن هو الحل يعني الحل الامثل انها تعاد لما تجي يمين ويسار تلقى الحل الاقرب بناء على خطا اداري في الاتحاد السعودي انها تعاد المباراه ذهاب واياب. بس هناك حديث هيثم بعد يعني الاتحاد السعودي هو كيف اعترف بالخطا؟ اعترف انه اقيل اعترف بالخطا انه ارسل الموضوع اعتراف بالخطا انه اقال صاحب الخطا اللي هو فيصل عبد الهادي. وهذا اكبر اعتذار. لا لو جيت بالنسبه لنا يقيل بكره نلقى في لجنه ثانيه، ما في فائده للشباب، يعني ما اشوف في شيء للشباب فائده. بس الشباب يعني ما يسع. بس انه خلاص اللي قاله ما لها علاقه يعني. اي بس هو قالوا بناء على تصرف خطا طيب اداري. تصرف لو اقلت فيصل عبد الهادي مو اعتذر. طيب من يعوض هذه الشباب؟ لو اقلت فيصل عبد الهادي بالاقاله وش فائده هذه الشباب من الاقاله اصلا؟ ما في فائده. مشكله. لو اقلت فيصل عبد الهادي شو راح يستفيد؟ فين حق الشباب؟ يعني انا بصراحه نعتبر هذه المباراه سلبت من الشباب. يعني لو المباراه اعيدت انا اقول الميدان يفصلها، لكن ان تفصل عن طريق المكاتب بصراحه النتيجه سلبت من الشباب. انه لو اداره الشباب قدمت اعتذار انه والله اخطينا في اشراك اللاعب او الاتحاد السعودي، دخلنا طلعنا ما احنا عارفين. ما حد فاهم شيء. تفضل. بالنسبه زي ما تقول انت الخطاب، هو استفسر قبل ما يخرج الشباب من البطوله الاسيويه. طيب الخطاب انت الحين ودك تعرف التاريخ اللي وصل. لا التاريخ هذا معروف، التاريخ هذا معروف. الاتحاد السعودي وصلوا خطاب الاتحاد ايوه انا بعرف الخطاب اللي يقولون سقط سهوا هذا. سقط سهوا. انا بعرف تاريخه متى. وهل هو فعلا وصل؟ وهذا اذا انا اقول لك هل هو اذا فعلا وصل ما هو كان يعني اخبار هل وصل الاتحاد السعودي ولا والله الاتحاد الاسيوي انه وصلنا شيء قبل دقائق سمعت هذه كلها كبش الفداء فيها اللي هو نادي الشباب. يعني فيصل عبد الهادي يعني اقالته لا راح تقدم ولا تاخر. لكن تحويل النتيجه من فوز الشباب الى خساره هذه المصيبه بذاتها. يعني هنا المصيبه انك حولت الشباب من فائز الى مهزوم. طيب انا بواصل برضه في زين انا قلت عبد الله دقيقه بجيك بس عبد الله. انا اضيف على كلام اخوي هيثم، ناصر بلغه الارقام زي ما قلنا الاول في المهاجمين محليا في الانديه وفي المنتخب ايضا. يعني في المنتخب مظلوم ناصر بشكل غير طبيعي. اللعب في المنتخب قالوا هذا لاعب نادي، وهذه مقوله الاعلام. ليش؟ عندهم لعيبه مفضلين يميزونهم عن ايش؟ نادي الشباب، على لعيبه نادي الشباب. لكن ناصر مصر انه يفرض نفسه بلغه الارقام غصب عن الجميع.
شاء من شاء ومن ابى. طيب ثامر. وجهه نظري مثل ما قال هي العقود الكبيره هذه اللي استلموها اللعيبه والهبوط في المستوى كلام مبالغ فيه. يعني احنا عارفين عبد وعارفين احمد وعارفين عبد الله الشهيل ومستوياتهم مع الشباب وكيف ياثرون مع الشباب ومع المنتخب كذلك. يعني في لعيبه يا ما استلموا مبالغ وجلسوا سنين ما يعني انا عشان أدوا. اختصر بس الفقره، المستويات اللي تلت هذه العقود كانت تستحق هذه العقود؟ نعم ام لا؟ المستويات لا هم يستحقون، لكن المستويات اللي صارت بظروف اصابات مرت على اللعيبه، ما هي انه خلاص جتني المبالغ هذه. عبد الله الشهيل اصابه؟ جتني اصابات، تعرض لاصابات، جتني اصابات. الفريق كامل تعرض لاصابات. الثلاثي يمكن هذا عبده اكثر، يعني عبده أكثر، هو اللي إصابتين تقدر تقول رباط. اصابه. صح. البقيه كلهم نفس فالإعلام تجيهم اصابات قبل، لا جته نفس بالنسبة- الاصابات بالنسبة قبل، لأحمد، وكان أحمد جاله مستواه كسر في متألق. المفصل، أحمد جاله كسر في وتمزق المفصل. ترى في ارض الموصل بعد، يعني اصابتين في مكان بس واحد. لاحظ عبد الله كان يلعبه في مركز مو مركز يعني. بس ما له عبد الله مانع. شهيد رجع والى الان عبد الله رجع، لكن ما هو لو تلاحظ هذه نقطة بعد أساسية. مره صانع لعب، مره حطوا جناح يسار، مره رجعوا ظهير ايسر، مره لأن ما عنده صنع. ما بقى الا وسط يحطوا مع حارس كمال والله. شو. طيب ثامر، انا اشوف معك لان ما في صانع لعب كمال اكيد بيلعب لا انت قول لي النقطه هذه، انت تشوف